لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة عن السيارة هيونداي الانترا اتش دي موديل 2022. بس الاول عايز اقول للناس اللي اول مرة تدخل على القناة عندي ياريت نشترك ونفعل الجرس، والناس المشتركة ياريت برضو نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وياريت يا جماعة ما ننساش اللايك والشير عشان تنتشر الفيديوهات وتعمل فايدة على الجميع ان شاء الله. السيارة هيونداي الانترا اتش دي موديل 2022 طبعا، يعني مش محتاجة نتعرف عليها. هي عربية بتنزل من 2008 وهي موجودة، وطبعا الوكيل بتاعها غبور قعد إنتاجها مرة تانية بتقفيل محلي. وطبعا ده عشان هي حققت نجاح في الفترة اللي نزلت فيها من 2007 يمكن لحد 2011. فقعدوا إنتاجها ودلوقتي بقى موجود منها لحد موديلات 2022. طبعا هو عاد انتاجها علشان خليها انها تكون مفروض يعني ان سعرها يكون غير مبالغ فيه، تكون برضو من الفئة الاقتصادية، وهي نازلة يعني تنافس في فئة يمكن اصغر من حجمها شوية. يعني هي المفروض بتنافس مع الفئة بتاعت الار بي والكيا ريو والفئات اللي هي اللي تحت المدمجة، ولكن هي تعتبر من الفئة المدمجة لان هي حجمها اكبر منهم شوية. وهي حتى يعني لما كانت نازلة في الوقت بتاعها كان حجم الالنترا كده دلوقتي، بس اللي حجمها كبر في الموديلات اللي بعد كده اللي هي الام دي والاي دي والحد اللي هي السي ان 7 الموجوده حاليا يعني. ولكن السيارة دي طبعا قطع غيارها موجودة في التوكيل وبره التوكيل، وصيانتها سهلة، والمنظومة بتاعتها كلنا عارفينها، وقطع غيارها رخيصة جدا ومتوفرة في كل حتة، وهي دي الميزة فيها. ولكن للأسف برضو سعرها ارتفع زي بقية السيارات، على الرغم ان هي برضو كانت معمولة تقفيل محلي عشان خاطر تبقى سعرها مناسب شوية. ولكن هو ده الموجود يعني. طبعا السيارة زي ما احنا عارفين مقدمتها تصميمها قديم شوية، ولكن هم عملوا عليه بعض التعديلات، غيروا شكل الشبكة الأمامية وشكل الإكسدام والفوانيس كمان. حطوا لها بس لدات فصوص كده صغيرة برضو عشان يدوها طابع محدث، تبقى يعني مواكبة العصر الحالي. فوانيس انسيابية ومسحوبة، وحطوا فيها اللي هو الليدات الفصوص دي كداي لايت ليها يعني. وما هي بقى بدون عدسات ولا أي حاجة، وبإضاءة هالوجين عادية، والإشارات برضو بإضاءة هالوجين عادية. والشبكة العلوية بتاعة الإكسدام هي دي اللي غيروا شكلها شوية، فيها شنب كده بيبقى جايب لون السيارة، وتحتيه علامة هيونداي، وفيها خطين من النيكل كروم برضو عشان يدوا مقدمة السيارة فخامة. وهي الشبكة نفسها بلون الفايبر الأسود، ودي فيها فتحات تهوية طبعا، وبتيجي تحتها الشبكة السفلية بحجم متوسط وجاية بعرض الإكسدام وجاية بلون الفايبر الأسود، وفيها فتحات للتهوية برضو كبيرة. وبتيجي على جانبين الإكسدام من الأسفل التجويفين بتوع الفوج لايت، والفوج لايت هنا دائري وبإضاءة هالوجين عادية برضو، ولكن حجمه كبير وبيدي إضاءة كويسة مع إضاءة الفوانيس، بيساعد بشكل كبير مع إضاءة الفوانيس. وهنا ده الاكسدام اللي هو الجديد المعدل، اللي هو المفروض نزل فيها بعد ما بقت تتقفل تقفيل محلي. شكله رياضي شوية، ليه زوايد أمامية كده على الجانبين، وليه كمان سبليتر رابر كده صغير خالص موجود في أسفل الإكسدام، برضه عشان يدوله طابع رياضي شوية مع اللي هو الشبكة السفلية والتجويفين بتوع الفوج لايت. هو ده الإكسدام الجديد اللي هو يعني المفروض ان هو رياضي اكتر وشكله يعني مواكب للتصميمات العصرية. ولكن طبعا يظل تصميم العربية قديم واعتيادي واحنا عارفينه من زمان قوي. ولكن يعني هم عملوا التاتشات دي كده برضو عشان يغيروا في شكلها شوية، مع طبعا العتب الجانبي اللي عملوه لها ده برضو عشان يبقى شكلها مختلف شوية. طبعا الكبوت بتاعها متوسط الحجم، والسلاحين بتوعه بارزين على الأجناب، والقوائم بتاعتها رفيعة، والنقاط العمياء أقل ما يمكن. وده الشكل والتصميم بتاع الفترة اللي كانت بتنزل فيها الانترا بالشكل ده يعني. والموتور اللي بينزل فيها هو الموتور الام بي اي اللي احنا متعودين عليه، اللي كان بينزل في السيارات ال 2010 وبينزل في بعض السيارات لحد دلوقتي، وموجود هو اللي في اللي هي الاكسنت الار بي وكده.
ولكن هنا كان بيطلع حوالي 122 حصان تقريبا، وعزم 156 نيوتن متر، ومربوط بفتيس أوناء الحركة من 4 سرعات أوتوماتيك عادي اللي هو التقليدي اللي ما فيهوش حتى ستيب ترونيك ولا أي حاجة، اللي هو التقليدي العادي. وبتجيب من 0 ل 100 في حوالي 11.5 ثانية. واستهلاكها الوقود من 7.5 ل 8 لتر لكل 100 كيلو متر، وبتشتغل بنزين 92 عشان هي مفيهاش تربو ولا أي حاجة. تنكها 50 لتر، والسرعة القصوى تقريبا 190 كيلو متر في الساعة. والمنظومة دي طبعا اعتيادية، وقطع غيارها موجودة في كل حتة، وصيانتها رخيصة، وقطع غيارها رخيصة. وطبعا كل ميكانيكيه متعودين عليها وحافظينها. المنظومه بتاعت الموتور والفتيس دول منظومه قديمه شويه، والفتيس ده قديم شويه، ولكنه عمره الافتراضي طويل، والفتيس ده رخيص، وصيانته رخيصه، وزيته رخيص، ما فيهوش اي مشاكل يعني، اعتمادي من الدرجه الاولى. واعطاله قليله خالص، ما فيهوش اي مشاكل يعني. وده اللي بيميز العربيه دي، وبيخليها مرغوبة وماسكة سعر، وإعادة بيعها سهلة طبعا. السيارة ده تصميمها الجانبي، التصميم بتاع الفترة برضو اللي كانت نازلة فيها، الشولدر لاين أو خط الكتف واضح وبارز من أول العربية الأخيرة، وهو اللي مدي السيارة عرض من الأجناب. الجزء اللي بعده كله جاي أعرض من الجزء اللي فوق خط الكتف. وهو ده برضو اللي بيدي السيارة عرض، ولكن جايب تصميم حاد، الرفارف عدلة، الأبواب عدلة، ما فيهاش أي خطوط بارزة تانية غير خط الكتف. كل التصميم عدل، هو بس يعني مستوى واطي فوق خط الكتف ومستوى عالي تحت خط الكتف، الباقي كله تصميم حاد وعدل. السمكرية حتى بيسموها السوكة، او ان السوكة بتاعتها كبيرة، وده خط الكتف البارز ده. هنا كان في ميل بسيط كده للسقف على القايم، وعاملين سحبة كده في القايم الخلفي برضو، كانت بداية اللي هي ان هم يعملوا السحبة الرياضية، ولكن هنا ما كانتش باينة قوي، بينوها اكتر في الام دي اللي نزلت بعدها، وبانت اكتر بقى في الاي دي، ودلوقتي بقت صريحة خالص اللي هي السحبة الرياضية دي، بقت باينة قوي في السي ان 7 اللي هي الالنترا، اخر حاجة موجودة او اخر جيل ليها. ولكن هنا كانت السحبة دي بسيطة يعني. وما نيجي نشوف بقى التصميم الخلفي، تصميم تقليدي قديم شوية، ولكن هنا برضو عدلوا الفوانيس الخلفية، فوانيس بإضاءة هالوجين عادية، ولكن شكلها كويس، اللي هي الفوانيس الدوريات اللي هي بتاعت الفترة دي برضو. وهي نفس شكلها برضو بنفس الإضاءة الهالوجين، ما فيهاش أي تغيير. يمكن هم غيروا شكل اللمبات بس اللي فيها شوية. والفوانيس كبيرة، والإشارات والريفرس كله برضو موجود في نفس الفانوس بإضاءة هالوجين عادية. في شنب من النيكل كروم جاي فوق النمر بين الفانوسين، برضه عشان يدي فخامة لمؤخرة السيارة. بتنزل فيها سبويلر، عاملين لها كمان سبويلر، ده برضه من التعديلات اللي بقت موجودة فيها. ده شكل الاكسدام الخلفي الجديد اللي هو المعدل، اكسدام عادي بدون ديفيوزر ولا اي حاجة، ولكنه في حتة رياضية كده اللي هو الخط الفايبر الاسود اللي جاي بين العواكس بتوع الاكسدام دول، والاكسدام في حتتين بارزين كده عشان يدوله طابع رياضي. وفي برضه زوايد زي اللي موجودة في الاكسدام الامامي موجودين في اسفل الاكسدام عشان يبقوا متماشيين مع اللي هي الزوايد الجانبية والامامية، فيدوها طابع رياضي وشكل محدث شوية. هو ده التعديلات اللي طرقت عليها، اكسدام امامي وخلفي، واللي هي الزوايد الجانبية. السيارة طولها الإجمالي 4 متر ونص، وعرضها 1 متر و6، طول مش متناسب مع العرض قوي، عربية طويلة وفي نفس الوقت مش عريضة، وده بيأثر على الثبات شوية. ارتفاعها كل 1 متر ونص، وده ارتفاع كويس هيخلي سقفها من جوه عالي برضو، مساحتها الداخلية جيدة، والعربية دي واسعة من جوه. خلصها الارضي ارتفاع عن الارض 16 سنتي، وده ارتفاع كبير قوي يخليها ما تحكش في اي مطبات، ولكنه برضو بيأثر على الثبات شوية. لكن في حتة فنية كده في العربية دي، العربية دي عفشتها الخلفية، وهي الوحيدة اللي كده في الأجيال بتاعتها، عفشتها الخلفية منفصلة. ودي طبعا دي أحسن من اللي هي التورشنج بيم اللي بقت تنزل في الأجيال اللي بعدها اللي هي المتصلة دي أفضل منهم في العفشة الخلفية، ودي كانت حاجة كويسة جدا. بس برضو العربية دي بتحتاج جنوط كبيرة وكاوتشات عريضة عشان برضو تحس بمتعة في قيادتها، و... وتبقى اثبت وافضل في الفرامل يعني. ولكنها من الخلف بالنسبه للتنطيط بتاع العفشات المتصله والكلام ده مش موجود في العربيه دي خالص، ولكن عشان ابعادها مش متناسبه مع بعضها قوي، فده اللي بيخلي برضو يعني
ثباتها مش قد كده، وبتحتاج زي ما قلنا جنوط كبيرة وكاوتشات عريضة. قاعدة عجلاتها 2 متر 65، قاعدة عجلات متوسطة ولكنها برضو يعني كبيرة، وكانت مناسبة مع الفترة بتاعتها طبعا، وبتدي صالون واسع وشنطة كبيرة 402 لتر زي ما احنا شايفين. شنطة كبيرة ولكنها مش الأكبر في الفئة. في شنط أكبر منها طبعا، ولكنها يعني في الفئة اللي هي دلوقتي نازلة تنافس فيها، اللي هي أصغر منها في الحجم، تعتبر شنطة كبيرة بالنسبة لهم وعملية جدا، وحافة تحميلها واطية، زاوية فتحها بس ضيقة شوية، ولكنها شنطة عملية. وفيها إمكانية تاي الكنبة الخلفية تلت وتلتين عشان توسع مساحة الشنطة، ولكن ده في أعلى فئة فقط. وطبعا صالون واسع وضخم. وطبعا الخامات بقى الداخلية والانتريور بتاع الفترة اللي كانت بتنزل فيها الانترا الاتش دي، كانت الخامات فقيرة شوية. خامات الهونداي كلها كانت فقيرة شوية. في بلاستيك طبعا في التابلو بالكامل وفي الابواب بالكامل، ولكنه بلاستيك يعني متوسط الخامة، مش ناشف قوي ولا طري قوي، يعني يؤدي الغرض. ولكنه مش جيد يعني، ويمكن اقل من المتوسط كمان. في اجزاء بس بسيطه كده في التابلو ان تكون يعني مرنه شويه، فدي حاجه كويسه، ولكن الباقي كله بلاستيك من اللي بيعمل اصوات للاسف. وده كان العيب اللي موجود في الصالون السيارة دي، وما زال موجود زي ما هو، لكن التقفيل المحلي مقبول كويس يعني. وطبعا في نيكل كروم في الابواب وفي اجزاء من التابلو برضو عشان تديله فخامة. في تطعيمات جلد بسيطة كده في الابواب برضو عشان تدي فخامة للمقصورة الداخلية. في اجزاء بلاستيك حوالين التكييف، ولكن واخدة لون النيكل كروم برضو عشان تدي فخامة. وهنا طبعا تكييف بكر عادي تقليدي، الثلاث بكرات التقليديين، ولكن التكييف بتاع العربية دي قوي ومعمر وبيعيش وجودته كويسة، وفتحات تكييف كبيرة. التكييف بتاعها كويس جدا من أيام ما كانت بتنزل من قبل كده. وطبعا فرشها كله قماش. الكراسي بتاعتها كويسة متوسطة الراحة، وخاماتها مش عالية ولكن مقبولة. كرسي مريح وكويس. لوحة العدادات هنا لوحة انالوج تقليدية بالإضاءة الزرقاء اللي كانت موجودة في الفترة دي برضو، ولكن برضو هنا للأسف لما نزلوها بالعداد اللي هو اللي ما فيهوش مؤشر الحرارة، وانا ما بحبش الموضوع ده خالص. هنا برضو مفيش شاشة بيانات ولا حاجة، شاشة صغيرة خالص اللي هي كانت بتاعت الفترة اللي هي القديمة دي. ولكن يعني دي مش مهمة قد ما مهم مؤشر الحرارة. هنا في لمبة حرارة بس. العربية دي ليها اللي كانت بتنزل الكوري، النسخة الكوري اللي كانت بتنزل زمان كانت بتنزل فيها مؤشر الحرارة، كنت اتمنى ان هم ينزلوه هنا ولكنه مش موجود للأسف. طرحة عادية تقليدية، ما فيهاش ارباجات خالص غير في اعلى فئة وفي فئة متوسطة. الباقيين ما فيهمش ارباجات اصلا. هنا ده الكاسيت العادي اللي بينزل في كل الفئات بتاعتها، كاسيت قديم برضو، سي دي واي او اكس ويو اس بي فقط. برضو كاسيت قديم مش بتاع الوقت ده خالص، كنت اتمنى ان هم ينزلوا حاجة افضل من كده. وده الثلاث بكرات التقليديين بتوع التكييف. ولكن هنا ما فيهوش اللي هو البكر العادي اللي زي اللي في الار بي اللي هو بالوايرات ده. لا، هنا اللي هو البكر اللي كان متطور عنه شوية، اللي هي بوابة وضعيات الهواء ما بتتحركش بوايرات، لا بتتحرك كهرباء، وده افضل طبعا واجدد من البكر طبعا. وهنا ده الفتيس التقليدي العادي اللي هو فيه ال وال2 والدي. وهنا ده الفتيس الاربع غيار والان والار والبي اللي هو الفتيس التقليدي العادي القديم ده خالص، ولكنه اعتمادي وصيانته رخيصة ومعمر طبعا ومفيهوش اي مشاكل. وطابلو تقليدي قديم شوية بتاع فترة قديمة، خامات كلها بلاستيك. مفيش جلد أصلا. يمكن مفيش غير هو المسند اللي في الباب ده اللي فيه حتة جلدة بسيطة كده، برضو دي بتديله شكل أفخم شوية. وهي العربية يعني قديمة، واحنا عارفين ان هي قديمة، ولكنها عربية عملية واعتمادية ومطلوبة في سوق المستعمل، وخاصة انها نازلة بتنافس مع فئة اصغر منها في الحجم زي الاكسنت الار بي والكيا ريو وكده. هي اكبر منهم طبعا، والفئة دي كلها الخامات بتاعتها ضعيفة والاوبشن بتاعها قليل وعوامل الامان قليلة، فهي متوازنة معاهم في كده، وبنفس الوقت حجم اكبر، ولكنها طبعا في سوق المستعمل ماسكة سعر وبتتباع هوا يعني. وده عشان المميزات الكتيرة اللي قلناها عليها. ودي الكنبة الخلفية بتاعتها تسع لثلاث أشخاص يقعدوا براحة مقبولة. النفق اللي في النص مش عالي قوي، فهتاخد التلاتة يقعدوا براحة مقبولة. وحتى لو ناس طويلة على الجناب مش هيبقى عندهم أي مشاكل. حتى لو الكراسي الأمامية دي راجعة لورا، لأن قاعدة العجلات 2 متر 65، قاعدة عجلات مش صغيرة،
فالناس الطويلة برضو هتبقى قاعدة براحة جيدة. والعربية دي فيها ميزة ان صالونها واسع، هم يعني مقسمين قاعدة العجلات دي بشكل كويس. والابواب الخلفية برضو نفس الخامات، والكراسي برضو الخلفية نفس الخامات، مفيش اي تغيير. ومساحة الرأس أو الهيدروم جيدة جدا برضه في العربية دي حتى للناس الطويلة، فقعدتها للعيلة مريحة، تاخد الخمس أفراد بأمتعتهم بشكل جيد. طبعا بقى اما نتكلم على الفئات بتاعتها، هي طبعا العربية دي موجودة من 2007، وكانت زمان التقفيل الكوري اللي هي العادية، اللي هي زي بقية العربيات بتاعت كيا ويونداي. وكانت بتنزل يمكن بأوبشن أكتر شوية من الموجود دلوقتي. وقلت لكم برضو العدادات اللي كانت فيها، كان العداد بتاعها اللي فيه مؤشر السرعة، وكانت غنية شوية عن الموجودة دلوقتي. ولكن دلوقتي بقت بفئات محددة، هي الفئة الجي ال والال اس، وهي الجي ال اس اللي هي اعلى واحده، اللي هي بيبقى فيها فتحه سقف وجنود سبور وكده، بيبقى فيها اي بي اس واتنين ايرباج، وهو ده اقصى اوبشن موجود فيها. والفئات اللي اقل طبعا اول فئه ما فيهاش اوبشن خالص، ما فيهاش ولا اي بي اس ولا جنوط ولا اي حاجه. وده طبعا بتكلم على اللي هو الشكل الجديد او المشاكل المعدل او الاصدار اللي هو بقى انتاج محلي بتاع غبور. والقديمه برضو الفئات بتاعتها متقاربه من الجديدة، ولكن بالشكل القديم. والعربية ماسكة سعر في السوق، في سوق المستعمل، سواء بقى موديلاتها القديمة اللي هي من 2007 أو بموديلاتها الجديدة اللي تم طرحها تاني. برضو دي غالية ودي غالية، ومش هنتكلم بقى على الأسعار، لأن الأسعار بتاعت المستعمل كله سواء موديل حديث أو قديم في تزايد مستمر، وملهاش رينج أو ملهاش حدود. يمكن متوسط بداية السعر بتاعها تقريبا من 600 ألف جنيه وانت طالع، على حسب بقى الموديل والحالة وكده. وانا بفضل دايما العربية دي تتركب بأعلى فئة، اللي هي بيبقى فيها جنوط واي بي اس وفتحة سقف وكده، عشان يبقى فيها عوامل الأمان الأساسية. ولكن الفئات الأقل بتبقى ضعيفة قوي، لأن ما فيهاش ولا عوامل أمان ولا اي بي اس ولا أي حاجة. ويفضل طبعا زي ما قلنا يركب لها جنط 17 عشان تديك ثبات أحسن وتجربة سواقة أفضل يعني من العربية دي. وقلنا كان زمان الناس بتشتكي من الباور بتاعها ان هو خفيف قوي عشان هو باور كهرباء، ولكن في الموديلات الحديثة بتاعتها الموضوع ده اتعالج وبقى الباور بتاعها مظبوط. بس كده، يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش برضو اللايك والشير والكومنت على الفيديوهات، وشكرا.